تخيل إن شركة عندها كل سنة بتخسر أكتر من 25% من موظفينها، وبقرار واحد ذكي خفضت الرقم ده في سنة واحدة. في فبراير 2020 سبوتيفاي واجهت تحدي كبير، إن الشركة عايزة تتوسع عالميا ل 180 دولة بس معدل التيرن أوفر عالي، وكان ده وقت كورونا. الإدارة قالت إنها تفكر بطريقة مختلفة تماما، فهي عملت إيه؟ بدل ما يفكروا في المكاتب والأماكن ربطوا المانباور بلاننج بهدف الشركة الاستراتيجي إنها تبقى شركة متوزعة عالميا بحلول 2025. والقرار كان بسيط، أي موظف ممكن يشتغل في أي حتة في العالم طالما الشركة موجودة في البلد. والمبدأ بقى الشغل مش مكان تروح له، ده حاجة تعملها. والنتيجة كانت مذهلة، معدل التيرن أوفر نزل 15% مقارنة ب 2019، و50% من الموظفين الجدد اتوظفوا في مناطق جديدة خارج المدن الرئيسية، و6% من الموظفين نقلوا لبلدان جديدة، والتنوع في الفريق زاد بشكل كبير. وده مثال حقيقي عن الموارد البشرية لما تفهم أهداف الشركة الاستراتيجية تخطط للمواهب على أساسها، والنتيجة هتكون نمو حقيقي ومستدام. وسبوتيفاي أثبتت إن السمارت اتش ار مش مجرد تكنولوجيا، ده تفكير استراتيجي بيحول الموظفين لشركاء في النجاح. بس كده